السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى ايه نفرز شويه بطاطس كده لرمضان. السعر بتاع البطاطس دلوقتي مناسب للجميع. انتوا عارفين البطاطس الفتره اللي فاتت كان اسعارها نار، فانا بقى ايه هنخزن شويه كده لايه لرمضان. كمان مش هنعمل البطاطس المقليه دي، احنا هنعمل كمان وصفات كتير. بصوا بقى، اول حاجه كده عشان نعمل البطاطس المقليه انا بحب البطاطسايه تكون طويله كده بطول البطاطس. بصوا بالشكل ده كده محمله كده. انتوا بس كده اول حاجه كده هنهدي شويه عشان التقطعات، وبعد كده احنا هنعمل وصفات كتير من البطاطس مش المقليه بس يا جماعه. بصوا تيتا والله بتخزن من السنه للسنه البطاطس. شايفين انتوا بقى السمك بتاعها عامل ازاي؟ يلا بينا بقى. بصوا هناخد بقى بطاطسايه كمان هنروح مقطعينها كده. كمان النهارده هنعمل ايه؟ كور البطاطس او البطاطس المحشيه. بروح جايباها ومخزناها برضو رمضان يا جماعه. كل سنه وانتم طيبين. انا بخزن البطاطس كده لرمضان من غير رمضان سعرها يبقى مناسب معايا. بروح جايبه بقى الكميه وبروح مقوراها كده ومشوحاها، وهنشوحها طبعا مع بعض. وكل الحاجات اللي هتتفرز معانا يا جماعه هطلعها برضو من الفريزر وهعملها معاكم في ريلز. تبقوا طبعوا بقى الريلز وشوفوا سوى الحاجه بعد ما بتتخزن. والبطاطسايه اللي بلاقيها مكعبره معايا كده وملهاش شكل بروح مقطعاها كده عشان برضو نعملها بطريقه تانية. واللي بلاقيها حلوه كده وسرحه معايا بروح وتنفع للحشو بروح بقى ايه مقوراها. زي ما انتوا شايفين البطاطس طبعا بتبقى مختلفة الاشكال والاحجام، فانا باخد بقى حسب الحجم واروح ايه مقطعه ايه حسب ايه الحاجة اللي انا عايزاها. يلا بينا بقى نشتغل على طول، وكده التقطعات اللي معايا في الفيديو. يلا بينا يا حبايبي. شايفين انتوا بقى الحبة القلب والبطاطس والتقطعات العشوائية اللي احنا قطعناها في شوية بقى مية على النار واسيبهم بقى يتسلقوا مع نفسيهم. والبطاطس بقى اللي قورناها هنروح مشوحينها كده. الكمية اللي كانت معايا دي ايه يعني خدتها على طول وعملت بيها صينية ونزلتها لكم. بس انا بقى ايه هاخد منهم برضو شوية ونفرزهم. هتاخد بقى اللون الحلو الذهبي ده كده واروح مصفيها على اي شبكة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وقلباها عشان تصفي كل حاجة منها. وكده بقى هنزل بكل الكمية وهي شايفين شكلها طالعة معايا بالشكل الحلو ده كده. بصوا يلا بينا بقى بعد كده نقول البطاطس التانية اللي احنا هنعملها. بصوا بقى حبايبي، زي ما انتوا شايفين كده زيت غزير على النار معايا. كمان قطعت ايه صينية البطاطس، شايفين مكعبات بتاعت صينية البطاطس كمان تيتا بتخزنها. اديها برضو تشويحة بسيطة كده على النار في قلب الزيت، واروح شايلاها برضو مصفياها. وبرضو لما نيجي نعمل بقى صينية البطاطس هتبقى لها تسوية مختلفة عن الطريقة العادية اللي احنا بنعملها. شايفين بقى كل حاجة كده اللي استعملناها بقى في الزيت على النار خلصناها. يلا بينا بقى ايه نخش على البطاطس المسلوقه. اتسلقت معانا زي ما انتوا شايفين خلاص اتسلقت. هصفي بقى اغلبيه الميه دي واسيب حاجه بسيطه، عصره ليمون وسنه خل بسيطه، واهرس بقى ايه البطاطس بتاعتنا دي. انا جبت الهراسه كده حسيت انها تقيلة عليا شوية فقلت لا اضربها بقى بالهاند بلندر. وعايزة اقول لك بقى من احلى الوصفات اللي بتقعد معايا من السنة للسنة البطاطس المهروسة. بصوا بقى يا حبايبي، في كيس كده بيطلع بعد الفطار على الرخامة وتعمليه في السحور ببيضتين كده بالزبدة او بالسمنة بيبقى تحفة. خلاص بقى البطاطس بتاعتي كده خلاص طلعتها كده وتهدى معانا. او حابه بقى تعمليها كور باي حاجه هتطلع معاكي، هتبقى معاكي منجزه على طول ما تاخدش وقت في السليق. خلاص بقى سيبها بقى كده تهدى لغايه ايه ما نعبي بقى كل الحاجات بتاعتنا. وتعالوا بينا بقى ايه على بطاطس الصوابع. انا حاطه على النار كده حله ايه بتغلي بعد ما غسلتها بقى معاكم كده وسايباها تتصفى. هحط بقى شويه ملح وهحط كمان سنه خل كده في الميه ومعايا معلقه نشا. هاخد بس كده نصها في اول حطه في الحله. ومش هنزل بكل كميه الصوابع، هنزل على مرحلتين زي ما انتوا شايفين كده. هتاخد بس 3 دقايق على النار واروح شايلاها على طول ومصفياها. مش بشطفها يا جماعه عشان معلقه النشا اللي انا حطيتها. بصوا كده على طول بروح مصفيها خليها تبرد مع نفسها. هي ما خدتش الا 3 دقايق معانا. هوريكم بس البطاطسايه هتطلع عامله ازاي عشان ما تتهريش منك على النار. بصوا حبايبي عامله ازاي، شايفين مرنه معايا ازاي وما بتتقطمش. تعالوا بقى نقطمها شوف بتاخد وقت ازاي لما بتتقطم، شايفين. وكده بقى اسيب البطاطس بتاعتي تبرد وهعمل كل الكميه كده. ويلا بينا بقى بعد ما تبرد معانا اروح جايبه صينيه كده افرد كل البطاطس ونص كوبايه من الزيت احطها فوق البطاطس واقلب اقلب اقلب. وبعد ما تهدى بقى البطاطس بتاعتي دي خالص اعبيها معاكم. عايزه اقول لكم بس على حاجه كده،
انزلي هاتي نص كيلو الاول من البطاطس وجربيها، لقيتيها انها ايه ما بتتحرقش معاكي في التحمير، انزلي اشتري في نفس اليوم من الراجل كمية البطاطس اللي انت عايزاها. بروح بقى حطها في صاج زي ما انتوا شايفين، وابدا اعبيها بقى طبقات كده، واجيب بقى الاكياس البلاستيك بتاعه الطعام بتاعتنا وافردها. ودي كمان يا جماعه البطاطس بتاعه ايه الصينيه بالشكل ده كده برضو، بحط ايه طبقات من الايه من اكياس البلاستيك، وكده بدخلها الفريزر بالشكل ده كده. يبقى دي اول حاجه صينيه ايه البطاطس. ودي كمان البطاطس المهروسه كده هعبيها الكميه المناسبه على قد السحور بتاعنا، او الكميه المناسبه على قد الاستعمال. وكده كمان ايه اروح ما ايه ربطها كده وايه وسايباها بقى ايه وادخلها الفريزر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. يلا بينا بقى البطاطس بتاعتنا عملناها صينيه وحشيناها بحشوه حلوه معاكم بالفراخ، والباقي معانا هنشيله في الفريزر بالشكل ده كده. والصوابع البطاطس زي ما انتوا شايفين، بصوا اتجمدت معايا، دخلتها الفريزر واتجمدت معايا. بصوا بفكها ازاي ما بتتكسرش معانا ولا اي حاجه. بتفكيها وتعبيها في اكياس زي ما انتوا شايفين كده تاني، وتدخليها بقى الفريزر. وكده بقول لكم كل سنه وانتوا طيبين، واستنوا بقى معايا الريلز بتاع تسويه الحاجه بعد ما بتطلع من الفريزر. واشوفكم على خير، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.